ايه احسن موبايلات ايفون تشتريها في 2026؟ خليك معايا وهقول لك الصح من غير هري. لو انت مش فارق معاك التحديثات وميزانيتك 5000 جنيه او اقل، فاحسن حاجه ليك هي الايفون 7 او ال8 بلس. لسه شغالين كويس جدا في برامج السوشيال ميديا وبيدوا اداء كويس برضه في الالعاب، مش وحش. اما بقى لو عايز تطلع للمضمون والامان، عندك سلسله الايفون 11، في منها الايفون 11 العادي وال11 برو ماكس. شاشتهم كويسه جدا، ادائهم ثابت وتحديثاتهم مستقره. والايفون 11 العادي هو اختيار ذكي جدا، والبرو ماكس هو اختيار جبار جدا. اما بقى لو بتفكر في سلسله ال12، فخليك بعيد عنها خالص، لان في شكاوى كتيره جدا من بطاريتها وشكاوى تقنيه ظهرت فيها مع مرور الزمن. اما بقى لو طلعنا لسلسله الايفون 13، فالايفون 13 العادي هو وحش شغل حرفيا، اداء قوي وبطاريه ممتازه وكاميرات حلوه، وسعره كمان بقى ممتاز جدا في 2026. ولو معاك بقى فلوس زياده وعايز تطلع لسلسله ال14، فال14 برو ماكس هو احسن اختيار فيها. شاشه 120 هرتز، بطاريه قويه، وكاميراته نار، وده اختيار للناس التقيله. اما بقى في سلسله الايفون 15، فالعادي منه هو احسن قيمه مقابل سعر، لانه هيديك اداء ثابت، هيديك شاحن اليو اس بي تايب سي، وموبايل عملي لابعد الحدود. اما بقى لو بتدور فعلا على احسن قيمه مقابل سعر حاليا، فهو الايفون 16 العادي، ومن غير تفكير. اداء قوي جدا، كاميرات ممتازه، بطاريه محترمه، وسعره منطقي جدا مقارنه باللي بيقدمه. وطبعا اخوك كبير ال 16 برو ماكس ده ملك اللعبه حرفيا. قول لي ميزانيتك في الكومنتات، وممكن نختار مع بعض احسن ايفون مناسب ليك.